إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره. نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني ابن عباس رضي الله عنه كان جالس في المسجد، فإذا يعني واحد جايب له شاعر من الشعراء اللي مشهورين بالضلال واللي مشهورين بالبعد عن الله واللي مشهورين أنهم غاوون وفي كل واد يهيمون. يعني أنا عايزك تتخيل كده شاعر طبعا زمان يعادل الوقت أشهر ممثل موجود، أشهر نجم إعلامي موجود. أنا عايزك تتخيل كده أنت قاعد في المسجد ولقيت يعني إيه واحد كده مشهور بالفساد وداخل. أنت متخيل يعني لو قلت له كلمة هتعمل إيه؟ يعني أنت لو وعظته هتأثر فيه إيه؟ يا عم أنت بتحرق في بحر، يا عم ما تحرقش في قلبك، يا عم ما تحرقش بنزين، يا عم الناس كده وهتفضل كده. مش ده الكلام الإحباطي اللي الناس بتحبط بيه كل من يريد أن يتكلم عن الله، كل من يريد أن يتكلم. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟ يا عم الناس دي ما فيش فيها فايدة، الناس دي نهايتها أن ربنا يخسف بيها. لما تعظون؟ بتتكلم ليه؟ تعب قلبك ليه؟ حرق قلبك ليه؟ ابن عباس وجد ذلك الشاعر دخل عليه فكلمه كلمتين. يا اخوانا يعني كلمتين بالظبط كده عن ربنا، ان يرعوي، ان يتوب الى الله، ان يتذكر اخرته. يعني ده هيعمل في ده ايه؟ كلمة هتعمل في واحد بالمنظر ده ايه؟ فكانت المفاجأة فاذا بذلك الشاعر الشهير يقسم بالله أن يربط نفسه في سارية من سواري المسجد. أقسم بالله إنه هيربط نفسه بحبل في عمود من عواميد المسجد، وألا يفك حبله حتى يتم ختم القرآن حفظا. الشاعر ده ربط نفسه بحبل في عمود من عواميد المسجد النبوي، وأقسم بالله، أقصد الحرم المكي، وأقسم بالله ألا يفك ذلك الحبل إلا حينما يتم ختم القرآن. فظل مقيد لنفسه لمدة عام كامل، سنة كاملة رابط نفسه لحد ما حفظ كتاب الله. هو ايه ده يا جماعة؟ هي الكلمة بتجيب تأثير بالمنظر ده؟ هو الموضوع مش حرق في البحر. اخوانا ان نؤمن بقيمة الكلمة، انك تفتح بقك، انك تتكلم. احدهما ابكم لا يقدر على شيء. ابكم ما بينطقش، ما بيتكلمش، مهما شاف ربنا بيعصى. كانت العقوبة بتاعته لا يقدر على شيء. سلبت منه العزيمة، سلبت منه الهمة، سلبت منه الإرادة، سلبت منه القدرة على التأثير والتغيير. بقى إنسان حياته زي عدمه، زي اللي قالوا ليهم لما تعظون؟ انتوا بتتكلموا ليه؟ هو انتوا فاكرين بعد ما ضاعت وبعد ما الشباب فسد وبعد ما المواقع الفاسدة كلت عقول الناس وبعد الشبهات ما انتشرت في القلوب،
فاكرين أن يحيي هذه الله، أن يحيي هذه الله بعد موتها. الله ذكر عاقبة اللي وعظوا وذكر عاقبة اللي اعتدوا في السبت، ولم يذكر عاقبة الناس اللي بيقولوا لما تعظون، الناس اللي بيقولوا بتتكلموا ليه؟ ربنا ما جابش سيرتهم اصلا ليه؟ هو عشان ايه؟ هو يا ترى لانهم هلكوا، ولا يا ترى لانهم نجوا؟ لان ما لهمش قيمه، لان الناس دي عاشت زي ماتت، لان اللي ما بيتكلمش عن ربنا ده، اللي ما بيغيرش ده، اللي ما بيفتحش بقه ده يساوي في معادلة التغيير في الواقع صفر، ملوش اي وزن. ده حياته زي موته، ده لما بيموت ما فيش صغر بينكشف بموته. يذكر ليه وهو لا قيمة له في معادلة الحياة على الاطلاق؟ انسان صفر على الشمال واقل من صفر على الشمال. سبحان ربي. ربيع بن خثيم رحمه الله، ربيع بن خثيم ده من كبار تلاميذ ابن مسعود. ربيع بن خثيم ده لابن مسعود كان بيقول له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو النبي كان شافك يا ربيع كان النبي حبك، كان النبي قلبه اتفتح ان في واحد من امته بالعباده دي. ربيع بن خثيم واحده من النساء يعني المتهتكات، امراه لعوب يعني بتتسلى، سمعت عن صلاح ربيع بن خثيم، ما هياش امراه يعني، ده واحده متجوزه وبتتفق مع جوزها ان تفتن الربيع بن خثيم. فلما تعرضت له، انا عايزك تتخيل كده واحده فاسده، واحده بايظه، واحده اصلا ما عندهاش لا دين ولا اخلاق ولا مبادئ ولا حاجه، ولقيتها كمان من السفاهه اللي هي فيها بتتعرض لواحد من اهل الدين وتحاول انها تفتنه وتعمل انها بتساله وتكشف وجهها، محاوله لان تفتنه، عايزه يعني تعمله مضحكه على الناس. نوعيه زي دي يا جماعه يعني هيجيب معاها الكلام ايه؟ الكلام ممكن يجيب مع امراه زي دي ايه؟ ده في 1000 سبب ان الواحد ما يتكلم. انت جايه تتريق عليا؟ انت جايه تعملي لنا مضحكه في برنامج من برامج التوك شو قدام الناس؟ انت جايه تسخري مننا؟ انت جايه يعني الفساد كان عقلك للدرجه دي؟ ومع هذا اذا بالربيع بن خثيم يفتح فمه ويتكلم وينطلق كلام الوعظ من فمه ويقول ارايت لو ان يوم القيامه قام ونصب الصراط ايسرك انك كنت قد كلمتني ام انك لم تكلميني؟ قالت له لا، اني لم اكلمك. ارايت ان دخلت قبرك وضاق عليك القبر ايسرك انك كنت كلمتني ام لم تكلميني؟ قالت له بكلمك. ايسرك اذا قامت القيامه وعرضت على النار انك كنت قد كلمتني ام لم تكلميني؟ الست كيانها اتقلب، ركعت لزوجها زاهده عابده، فقال زوجها يعني عايز يقول منك لله يا ربيع يا ابن خثيم، كانت زوجتي عروس كل يوم فافسدها علي. خلاها شيخه قاعده تصلي وتصوم طول الليل وخلاص. يعني يا اخوانا الكلمه لها تاثير، ان احنا ما نكفرش بقيمه التاثير والتغيير بسبب الكلمه، وهذا هو موضوعنا اليوم. فلما كلمه ده عنوان هذه الخطبه. فلما كلمه، هذه الكلمه جاءت في سوره يوسف. قال تعالى وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. سيدنا يوسف جاي من السجن، واحد مسجون في قضيه ومظلوم بقاله 10 سنين، محدش عارف هو مسجون ليه اصلا، هو ظلم وخلاص، وداخل يعني كثير من الناس يا اخوانا بيقول لك ان الفتره بتاع سيدنا يوسف دي كانت مصر محتله اصلا. يعني سيدنا يوسف داخل على ملك من ملوك الهكسوس، يعني واحد ضلالي ظالم محتل كافر مشرك، يعني عبر الدنيا كلها، وكمان حاكم. يعني انت دايما يتخيل ان الحكام دول مفيش نتيجه معاهم. يا عم توعظهم ليه؟ يا عم بتتكلم معاهم ليه؟ سيدنا يوسف ربنا بيقول فلما كلمه. سيدنا يوسف بس قال كلمتين عن ربنا، قال كلمتين عن الجنه والنار. ربنا ما قالش كلمها ايه، يعني الايه مبهمه. فلما كلمه قال ايه؟ الايه ما قالتش. كان ممكن ربنا يقول فلما كلمه عن الله، فلما كلمه عن الجنه، فلما كلمه عن النار، فلما كلمه عن عاقبه الظلم، انما هو ليه الايه ما جابتش هو قال ايه؟ لان القيمه مش في اللي قاله،
قد ما القيمة انه هو اتكلم، قد ما القيمة انه هو فتح بقه، قد ما القيمة انك تنطق. ترى المنكرات في بيتك فتسكت، ترى المنكرات وسط اولادك واهلك فتسكت، ترى المنكرات وسط اخوانك فتسكت، ترى المنكرات في الشوارع فتسكت، ترى المنكرات في عملك ومهنتك فتسكت، ترى المنكرات في كل مكان فتسكت. احنا اتعلمنا في الاخر ابكم لا يقدر على شيء. البكم الدعوي اللي بيؤدي ان يسلب الله منك العزيمه في النهايه، تبقى انسان عاجز، ما انتش قادر اصلا لا على صلاح ولا اصلاح. طب لو نطقت بقى الله يعطيك العزيمه. فمن ثواب الله لمن يتكلم ويدعو الى الله وينكر المنكر ان الله يرزقه العزيمه على العمل الصالح. عشان كده لو انت في عمل صالح مش قادر تعمله او معصيه مش قادر تسيبها، كلم العصاة عن ترك هذه المعصية، وكلم الناس عن فعل هذه الطاعة، فيعطيك الله قوة على ترك هذه المعصية وعلى فعل هذه الطاعة. ده قانون من قوانين ثمار الدعوة في تقوية عزيمة الداعي إلى الله على العمل الصالح. الأيام والمواسم اللي الواحد يتكلم فيها عن رمضان قبل رمضان بتبقى احسن رمضانات، اللي الواحد يتكلم فيها عن ليله القدر والعشر الاواخر بتبقى احسن ليالي، اللي الواحد يتكلم فيها عن عشر ذي الحجه ويحاول ان يثير همم الناس تجاه هذا الموسم تبقى احسن مواسم. ليه؟ لان ربنا شكور، لانك ان تكلمت اعطاك الله العزيمه على تنفيذ ما تقول ان علم الله من قلبك الصدق فيما تقول. فلما كلمها سيدنا يوسف غير النظام السياسي في مصر بكلمتين، غير النظام السياسي. كأن المعنى اتكلم، شفت مسؤول اتكلم، شفت واحد شاب في الشارع اتكلم. لا تدري لعل الله يجعل هذه الكلمات بذور خير تلقى في تربة قلب المدعو فيسقيها الله بما شاء. ربنا يرويها بواحد قريبه يموت فجأة، ربنا يروي البذرة بتاعت كلماتك اللي ألقتها في قلبه بأزمة تحصل له، بنعمة ربنا يديها له فيتذكر. الله يروي هذه البذور الدعوية بما شاء فتنبت نبتة الامتثال وتبقى في ميزانك انت عند الله. الغلام لما دخل على الراهب، انا عايزك تتخيل الراهب ده واحد قاعد في بيته كده او في صومعه قافل على نفسه، الواقع ضايع. انت الوقت بتخرج تقول الناس ضاعت ليه؟ البنات متبرجه، البنت ماشيه بالحجاب بسبانش، والبنت ماشيه لابسه تونيك. هو ده الضياع اللي انت، والشاب ماشي بيعاكس البنت. الراهب كان عايش وسط قوم ملحدين، الملك بيقول لهم انا ربنا استغفر الله العظيم الذي احيي واميت وانفع واضر. ناس ملحده، شعب ملحد، يعني زي الاتحاد السوفيتي كده من 100 سنه كده، ناس ملحده وشعب ملحد. الراهب لقى غلام داخل عليه، مين اللي جابه؟ هو انا عايزك تتخيل مكان الراهب كده والغلام داخل عليه، يعني ايه الدافع انه يتكلم؟ ايه الدافع ان سيدنا يوسف وهو ملقى في السجن مقفول عليه يلاقي 2 شباب كده قاعدين معاه و2 كمان داخلين في قضايا مصيبه، قضايا سياسيه، يعني دول مقتولين، دول هيتحكم عليهم بالاعدام شبه يقين. ايه الدافع انه يتكلم؟ ايه الدافع انك تروح مستشفى مريض بيموت وتكلمه كلمتين عن ربنا؟ ايه الدافع؟ الراهب، يعني انا بتصور كده ان الراهب بيفكر والغلام داخل عليه، هو ده هيعمل ايه ده؟ يعني ده هيغير في الواقع ايه؟ يعني ده هيفرق ايه؟ واحد وغلام وسط واقع فاسد. ما فكرش كده، كلمه عن ربنا، وعظه، دعاه، فهمه، نور له طريقه، بصره، راعاه، لحد ما الغلام ده بقى سر تغيير الواقع كله، لحد ما الغلام ده بقى البطل اللي انقلب الوضع على الباطل بسببه. فلما كلمه، لما اتكلم ما قالش انا كلامي مش هيجيب نتيجه وانت بتحرط صباح. انت مش بتحرط صباح، انت ليك ثواب عظيم عند الله سواء جبت نتيجه او ما جبتش نتيجه. مؤمن قال فرعون اتكلم فكان كلامه في سوره غافر في سوره المؤمن سببا في نجاه موسى. ممكن كلامه حتى لو ما جابش نتيجه ربنا سمى سوره غافر باسمه سوره المؤمن. سوره المؤمن اللي هو مؤمن قال فرعون سميت سوره في القران في كتاب غير كتاب قوم هذا الرجل اصلا. ده واحد من المصريين، يعني القران ده نزل بعد هذا الرجل بكم الف سنه وتسمى سوره باسمه. قال تعالى فاثابهم الله بما قالوا جنات
فأثابهم الله بما قالوا جنات. يعني ممكن بسبب الكلام ربنا يديك جنات عرضها السماوات والارض بسبب انك انت اتكلمت. سبحان ربي. النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل على الغلام اليهودي الذي كان يخدمه وهو يموت ما قالش يعني انا لو قلت له كلمتين هيعملوا ايه؟ انقذوا مصيره. النبي عليه الصلاه والسلام قال له كلمتين ومباشرين. يعني النبي ما دخلش قال له انت عارف يا غلام ان بص للسماوات وبص للارض وشوف كده، والنبي بقى يقول له مثالين وبعد كده يقول له ايتين. النبي عليه الصلاه والسلام قال له اسلم قل لا اله الا الله بس كده. يعني انت لو ما انتش عندك كلام تقوله النبي طبعا يتعامل بحكمه هنا، ولكن انا بسقط عليا وعليك. يعني لو ما عندكش كلام تقوله قول بس الامر مباشره، اتقي ربنا واعمل كذا، يا فلانه اتقي ربنا واعمل كذا، خاف من ربنا واعمل كذا، بس كده. لو انت ما تعرفش غير انك تصيغ الامر كده مباشره في جمله انشائيه مباشره، افعل ولا تفعل اعمل. الغلام اليهودي تحول من يهودي الى صحابي في ثواني قبل ان يموت بلحظات. فلما كلمه سيدنا يوسف غير النظام السياسي في مصر بالكلام حينما تكلم، ولم ييأس ولم يقل الكلام هيعمل ايه والكلام هيغير ايه. لذا قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. كلمة حلوة كده تقولها في مكان حلو، كلمة حلوة عن التوحيد، كلمة حلوة عن تفسير آية من كتاب الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الله، الكلمة دي بذرة يا رب، ايه اللي خلاها شجرة؟ ربنا هيرويها وربنا هيرعاها وربنا هيبعت اللي هيرويها وربنا هيبعت اللي هيغذاها. مالكش دعوة، لست الجندي الوحيد للحق. فكلمة طيبة كشجرة. الكلمة بقت شجرة ازاي؟ البذرة بقت شجرة ازاي؟ والموضوع ده تبادر الطرف نباته. ازاي الموضوع حصل كده؟ لما اتكلمت عن ربنا مالكش دعوة، الله سيؤيدك. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرع. الثبات بيجي لما الدعوة بتيجي، لفظ الثبات يأتي بعد كده. يثبت الله الذين آمنوا. التثبيت هيجي من ربنا لما تتكلم عن ربنا. أصلها ثابت. انت اصلك مهزوز انت اي فتنة بتهزك، انت اي شبهة بتهزك، انت اي مشكلة وابتلاء في دنيتك بيهزك. عايز تبقى اصلك ثابت؟ كن من اهل الكلمة الطيبة. اصلها ثابت وفرعها في السماء. انت الفرع بتاعك مفرع سماء. ايه هو انت مفرع في بيتك؟ يا اخواني ما نزعلش من بعض بس خلينا صادقين. هو انت الثمرة بتاعتك خرجت في بيتك؟ يعني انت الوقت ممكن نقول ان انت ليك ثمر على زوجتك وعلى اولادك، خرجت في اسرتك، خرجت في شغلك، خرجت في شارعك، خرجت في المسجد اللي جنب بيتك. فرعها في السماء. الثمرة أصبحت جبارة، وانتشار الدعوة صار جبار، وانتشار الكلمة الطيبة وثمارها في حياة الداعي وفي حياة الناس صار عظيم. والبداية كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تؤتي أكلها كل حين. الكلمة اللي انت بتقولها عن ربنا مش هيبقى ثمرتها بس ان اللي قدامك. احيانا بعض الناس يا اخوانا بيظن ان الكلمة اللي قالها عن ربنا مادام اللي قدامه ما استجابش يبقى ما فيش ثمرة. يا ابني ده يعني امرأة العزيز لما تابت قالت نفس الكلام اللي يوسف قاله لها وهو يدافعها وهي تدعوه الى الزنا. يعني في حتة في دماغها اللي الشهوة كلتها ده ايه؟ كان فيها حتة شغالة ومركزة مع كلام سيدنا يوسف وهو بيقولها معاذ الله إنه ربي. كان في حتة مركزة، لقطت كلمة ربي، لقطت كلمة الله، لقطت الخوف من ربنا، لقطت في حتة جوه الإنسان بتفضل شغالة. ما تفترضش إن الحتة دي ماتت، أو جوه فطرة الإنسان تفترضش إن الحتة دي ماتت. ما تفترضش إن الثمرة الوحيدة للكلمة اللي أنت بتقولها الاستجابة الفورية. ده سذاجة، ده أسلوب، ده عدم نضج في الحياة، ده لا نضج في دنيا ولا نضج في دين.
فكانت النتيجة بعد هذا سبحان الله العظيم، فكانت النتيجة بعد هذا هي الثمرة العظيمة للكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أحد إخواننا وأحبابنا يعني في القرية بتاعتهم بيقول بنت كانت يعني حاجة أبشع ما تكون في التبرج والقرف والصفور والتهتك. بيقول سبحان الله مرة يعني دخلت عليه في المكان الذي يعمل فيه، بيقول وهي منظر مقرف من التبرج والصفور، هي دي هيعمل فيها الكلام ايه؟ بيقول غضبت لله. احد اخواننا بيقول غضبت لله، كلمتها عن ربنا سبحانه وتعالى. بيقول لنا عارفين البنت دي الوقت ايه؟ قلنا له ايه؟ قال لي محفظة قرآن، حفظت القرآن بسرعة شديدة وصارت الآن محفظة لكتاب الله. هو ايه ده؟ ازاي؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انت تؤتي اكلها كل حين، انت مالك؟ انت وظيفتك انك ترمي البذرة. هو انت ما الذي تفعله في الدنيا من اجل ان الثمرة بتاعت الدنيا تيجي؟ انت بتلقي البذرة والله هو الذي يرعاها. احد اخواننا واحبابنا يعني وكان ساكن في شارع جنبنا نوت كده، فبيقول لي شاب عندنا على ناصية الشارع حارق دمي، واقف على ناصية الشارع يعكس اللي رايحه ويعكس اللي جايه، يبص اللي رايحه ويبص اللي جايه، فبيقول دمي اتحرق. وهذا الاخ يعني غيور، يعني من النوع اللي دمه بيتحرق فعلا، دم اتحرق وصممت ان انا اكلمه وادعوه، وبعد كده خفت احسن يعني ايه، فقلت خلاص ان شاء الله باذن الله ايه يعني ممكن بكره بقى ادعوه، ممكن بكره اكلمه. بيقول في صلاه الفجر لقيت الشاب ده بيصلي معانا، الظهر بيصلي معانا، العصر معانا، ده تاني يوم معانا 5 فروض، تالت يوم، رابع يوم، تاني اسبوع، تالت اسبوع. يقول هو في ايه؟ اللي كان واقف على الناصيه ده ايه اللي فجاه عمل فيه كده؟ فبيقول فرحت اكلمه اقول له هو ايه الانقلاب اللي حصل لك ده؟ قال له اصل انا في اليوم اللي انا صليت في الفجر ده وكنت واقف بعاكس البنات، جه واحد كلمني كلمتين عن ربنا فاثر فيا جدا، فقررت ان انا اتوب لله، وبفضل ومنه الله انا ماشي في الصلاه اهو. فصاحبي ده بيكلمني مقهور، الثواب ده كان هيجي لي انا ما كنتش متخيل ان ده بكلمتين ينقلب. فلما كلمه مره من المرات دخلنا على 4 شباب بيشربوا مخدرات يعني في مكان كده ايه حته ضلمه في نهايه المشايه كده، كلمناهم كلمتين ومشينا، يعني كلمتين ومشينا. عرفت بعد هذا ان 2 من ال4 دول التزموا فورا وطبقوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام في اللحيه وصاروا من اهل المساجد بفضل ومنه الله بكلمتين. يا اخوانا انك انت تتكلم، انك انت تفتح بقك، انك انت تقرر انك تبقى سبب من اسباب التغيير، زي الشاب اللي كان بيعاكس بنت في سوق من الاسواق، وواحد من الملتزمين دخل عليه جوله صغيره، هي الجوله ممكن تغير، جوله ممكن تقلب حياه بني ادم بكلمتين. الشاب اتكسف، البنت هربت، الولد اتكسف، قعدوا مع بعض، اتفتح قلبه، قال له عهدك ان انا هتغير. بيتصل بيه بعد اسبوع او اسبوعين لقى رقم تليفونه في البنطلون بتاعه اللي هو الشاب اللي دعا للدين يعني، فافتكر ان هو ما تابعوش من يوم ما عمل معاه هذه الجوله. اتصل بيه صباحا قال له خلاص نتقابل في صلاه العصر، هجيلك اصلي العصر واجيلك. ذلك الداعي الى الله انشغل حتى جاء الليل، قال خلاص اطبق بقى ايه الميعاد اتاخر واروح احسن ما اخلف ميعادي. فذهب فوجد ذلك الشاب قد مات. ابوه بيقول له قعد في المسجد قرأ قرآن، جه ينام قبل الظهر، بنصحيه الظهر الأنا مات. فكان دفنته في ذلك اليوم وكان إنقاذه بسبب ذلك الشاب. قضية انك انت تعرف ثواب انك تتكلم عن ربنا، ثواب الكلام. مؤمن آل ياسين لما اتكلم كلمتين عن ربنا غير ايه في الواقع؟ يعني حتى لو ما تغيرش، وفي النهاية بما قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ريت يعرفوا انا ربنا اداني ايه، ليه، عمل ايه. اتكلم كلمتين عن ربنا. طب الكلمتين ما جابوش نتيجة، ده الناس ازدادوا توحش على الدين بسبب الكلمتين اللي قالهم. لم يزدهم دعائي الا فرارا، لم يزدهم دعاء الا توحش على توحش. وفي النهاية بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ممكن بسبب جولة تاخد بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، حتى ولو ولا واحد التزم. ممكن بسبب كلمة تقولها عن ربنا في بيتك او بره بيتك او في عملك
ان ربنا يستعملنا في الدعوة اليه، ان ربنا يطلق لسانك كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قلبي وسدد لساني. اهد قلبي ان قلبك ده يبقى مع الله، وسدد لساني ان لسانك ده يبقى عامل زي الطلقات كده، تبقى عامل زي السنايبر القناص اللي الطلقه بتيجي في النشان بالظبط، الطلقه بتيجي في القلب بالظبط. سدد لساني يا رب، خليني لما اكلم الناس الكلمه ترشق في القلب، خليني لما افتح بقي الكلمه ترشق في القلب. دي بتاعت ربنا بقى، دي بتاعت ربنا. انما نلمت عليك ان تتكلم، ثواب ان انت تتكلم وخطورة ان انت ما تتكلمش، ان انت ما تفتحش بقك. عشان كده ابن عباس يقول ان اشد عتاب يوم القيامة ساعة العرض على الله هو قول الله: لولا ينهاهم الربانيون. لولا ينهاهم اللي هو عقوبة الناس اللي مرضتش تتكلم لما شافت ربنا بيعصى. ابن عباس يقول هذا اشد عتاب في القرآن. يعني اصعب سؤال هيتسأل لاهل الحق يوم القيامة، طبعا ده مش اصعب سؤال للكفار، مش اصعب سؤال للملحدين، مش اصعب سؤال لليهود والنصارى، ولكن اصعب سؤال لاهل الدين، اصعب سؤال لاهل الدين. زي سيدنا موسى اول ما رجع قبل ما يكلم السامري، قبل ما يكلم قال: يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا. يا هارون ما منعك، الكلمه اللي ممكن النبي يقولها لك يوم القيامه: ما منعك، سكت ليه؟ فتخيل بقى ان النبي يوم القيامه يقول لك: ما منعك، وربنا يوم القيامه يقول لك: لولا ينهاهم. ما نهتش ليه؟ ما اتكلمتش ليه؟ يبقى ده اشد عتاب في كتاب الله. عشان كده سيدنا ابراهيم في سوره الانبياء قالوا يمكن اكتر موضع في القرآن فيه كلمة قالوا. سيدنا ابراهيم ما بيسيب لهمش كلمة، بل هو اللي بيبدأ وهم بيرد عليه. ليه؟ بيتكلم. كلمة قل جت في القرآن حوالي 365 مرة، يعني قريب من عدد ايام السنة. يعني كأن يا عم ما تسيبش يوم ما تتكلمش فيه عن ربنا، ما تسيبش يوم ما تنطقش فيه بالكلام عن الله سبحانه وتعالى. كأن الدعوة إلى الله هي صاحبة المؤمن في حياته. ثواب اللي بيدعو إلى الله، ثواب اللي بيتكلم عن ربنا. لما الراهب تربى الغلام والغلام اشتغل في الدعوة، قال له: أنت اليوم أفضل مني. هو أنت تبقى أفضل من كل اللي حواليك لو اشتغلت في الدعوة؟ اللي شغال في الدعوة أفضل عند ربنا مش من اللي مش شغال في الدعوة، أفضل عند الله. الغلام ربنا عمل له زلزال في الجبل وإعصار في البحر. تخيل بسبب واحد يدعو إلى الله ربنا يقوم في بلد واحدة زلزال وإعصار عشان واحد. لو اللي بيتكلم عن ربنا يعرف هو عند ربنا مقامه ايه، لو اللي شغال في الدعوة يعرف جرأته في الكلام عن الله ديت بتخليه عند ربنا ثوابه ومقامه عند الله سبحانه وتعالى قد ايه. عشان كده ربنا بيقول لك: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هو الدنيا السماء اتقلبت ليه؟ عشان في داعية تحتها يتكلم عن ربنا. كل ده مدد الله لمناصرة الداعية الذي سيتكلم عن الله في الأرض. الدعوة إلى الله سبب للنجاح من العقوبات. الناس مبتلاه 90% من ابتلاء هذا الزمان وكربات هذا الزمان بسبب الذنوب والمعاصي. انت هتصاب بما يصاب به الناس. ليه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. العقاب مش هيجي خصوصي، العقاب مش هيجي في رسائل خاصة للعصاة، العقاب هيجي عمومي للملتزم والعاصي إلا الملتزم اللي عمل حاجة. قال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هضيع زيكم، أنا هتجرب زيكم، لما العقوبات هتنزل هتاخدني وهتاخدكم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. مش هلاقي مهرب، هروح فين من عقوبات ربنا وانتقام ربنا؟ طب الحل إيه؟ إلا بلاغا من الله ورسالاته. البلاغ عن الله الحل الوحيد للأمان من تنزل العقوبات على الناس حينما يفجروا ويعصوا الله. عايز الاكتئاب اللي ماسك الناس كلها انت تنجى منه، عايز الهم اللي كابس على نفوس الناس بسبب المعاصي انت تنجى منه، عايز ربنا يسلمك في دنياك ويوم تموت ويوم تبعث حيا، عايز الله يعطيك. كن من المتكلمين عن الله سبحانه وتعالى، كن من اهل الدعوه الى الله. عشان كده يا اخوانا، هو الشيطان مرعوب من الدعوه ليه؟
هو الشيطان بيخاف من الدعوه ليه؟ هو الشيطان اللي عمله مع برصيصه ده عمله ليه؟ عمل اجتماع شيطاني مع الشياطين، نعمل ايه مع برصيصه؟ مش عارف يعمل له حاجه، والشيطان يقول له سيبهولي. هتعمل ايه؟ يروح يبني صومعه جنبه ويعتكف ويلبس لبس العباد ويقعد مدد، وبعد كده يروح لبرصيصه ويعمل نفسه ان هو عابد وبيتعلم منه، ويعلمه اسم كاذب ويقول له ده اسم الله الاعظم. بعد كده ينزل البلد يفضل يمس في الناس، يروحوا لبرصيصه، برصيصه يعالجهم وهو يظن ان الاسم اللي الشيطان اداهوله ده بيجيب نتيجه بجد، وانما الشيطان يتركهم حينما يقرا برصيصه هذا الاسم الكاذب. وبعد كده يروح لاجمل بنت ويمسها ويودوها لبرصيصه ويقنع اخواتها انهم يسيبوا البنت عنده، ويقنع برصيصه ان هو يرضى ويسيبها. هو في ايه؟ هو كل ده ليه؟ هو الشيطان هيتجنن من برصيصه ليه؟ ما هو عابد زي اي عابد. لا مش عابد زي اي عابد، هو لو عابد تاني كان الشيطان ولا فكر فيه اصلا ولا بصله. ليه؟ سيبه بقى كده. يعني ايه سيبه اصلا؟ اصل ده لو خرجته من صومعته هيعمل لنا مصيبه، هينزل يكلم الناس عن ربنا. سيبه في الصومعه بتاعته، الشيطان مستعد يبنيها له ذهب بس يسيبه في الصومعه بتاعته. امال الشيطان هيتحرق من برصيصه ليه؟ لان برصيصه وصل للناس، لان برصيصه كان قاعد في الصومعه على الجبل يعبد، والناس مبهوره بيه، والناس معتقده ان برصيصه ده امام الائمه. عشان كده كل ما كان يمس واحد من اهل القريه روحوا على برصيصه. الشباب عايزين يخرجوا يجاهدوا، سيبوا اختكم عند برصيصه. الناس معتقده. الشيطان بيتجنن لما واحد من اهل الدين يوصل للناس، لما واحد من اهل الدين قلوب الناس تتفتح له. الشيطان لازم احطم صورته قدام الناس. الشيطان مرعوب من الدعوه. كل داعيه الى الله انما هو خطر على ابليس، خطر على سلطان ابليس في الارض، خطر على رساله وهدف ابليس. قضيه الدعوه الى الله لو نعرف ثواب الداعي الى الله كفايه انه ينادوا من ابواب الجنه الثمانيه، لانه هو دعا الى بر الوالدين فيثاب بمن طبق، ودعا الى الجهاد فيثاب بمن طبق، ودعا الى الصلاه فيثاب بمن طبق، ودعا الى كل ابواب الجنه فيثاب بمن طبق كمن طبق، فينادى من ابواب الجنه الثمانيه باذن الله سبحانه وتعالى. ثواب ان انت تبقى صاحب رساله، ثواب انك تبقى صاحب قضيه، انك انت يبقى عندك رساله، انت عندك قضيه، انت عايش عشان ايه؟ انت صاحي النهارده فرحان او متضايق ليه؟ يا اخوانا الانسان اللي مشاعره بقت عشان ربنا ده له قيمه عند ربنا خلاف اي بني ادم تاني. في فرق بين ان انا اقول لك ثواب اللي بيتكلم ده البدايه اللي بدأناها، ثواب اللي فتح بقه كده وقال كلمتين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طيب والثمره بتاعته انك اليوم لدينا مكين امين. وبعد كده قلنا ثواب الداعي الى الله اللي مش يتكلم مره، اللي الكلام ده دايما بقى عنده، اللي ماشي اللي ربنا اذن له ان يستعمل في ان يتكلم عن الله دائما. الوقت انا بتكلم عن حاجه اعلى بقى من الاثنين، ثواب صاحب الرساله، ثواب اللي مش بيتكلم وبس، اللي بيتكلم وقلبه محروق، اللي شايل هم، اللي قضيته كيف ينتصر الدين بس على منهاج النبوه، يعني بدون شطط، اللي فاهم ان طريق الانبياء طريق الدعوه الى الله وشايل هم الدعوه الى الله ومشاعره مستنفذه في قضيه ندعو ازاي، نوصل للشباب ازاي، نحارب البدعه الفلانيه ازاي، نحارب المعصيه الفلانيه ازاي. ده عند ربنا مقامه ايه؟ قال تعالى ومن احسن قولا قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. بيدعو وعنده انتماء وعنده رساله تجاه قضيه الاسلام وتجاه قضيه نشر الاسلام. قال الحسن البصري في هذه الايه هذا حبيب الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، هذا خليفة الله. هو ده اللي حقق رسالة الاستخلاف. قالها الحسن البصري في قول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. طبق اللي دعا الناس إليه وجات عمل بعد دعا إلى الله، يا إما لأنه هو إنسان داعي وعمل، يا إما أن عزيمة العمل الصالح انبعثت فيه حينما دعا إلى العمل الصالح.
فيمشي على ما قلناه في البداية، ان الدعوة ربنا بيديك العزيمة بسببها، وبيديك القوة على التطبيق بسببها، وبتبقى اقوى على العمل الصالح بسببها. وقال انني من المسلمين. هذا حبيب الله، نفسك هذا ولي الله، نفسك ان انت تبقى ده. هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا احب اهل الارض الى الله، احب اهل الارض الى الله. اللي بيتكلم عن ربنا هذا خليفة الله، ده المستخلف من الله في الارض، ده اللي حقق رسالة الاستخلاف الحقيقية، قضية ان انت صاحب رسالة. عشان كده اسماعيل السدي رحمه الله من ائمة التابعين يروي في قول الله سبحانه وتعالى: فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله، من انصاري الى الله. لما سيدنا عيسى حس ان مفيش حد عايز يشيل دين، مفيش حد عايز يستجيب لقضيه الدعوه الى الله، مفيش حد راضي يشيل الدين، فهتف بالناس في كل مكان: من انصاري الى الله، مين اللي عايز يشيل دين معايا؟ يعني حينما قرأت هذا الأثر أحسست أن قلبي ينزف. والله يا جماعة حينما قرأت هذا الأثر عن السدي رحمه الله حسيت أن الواحد قلبه بينزف. يعني حسيت بقضية، يعني إيه، أي حد هيحاول يشتغل في الدعوة ويحاول أنه يفوق الناس أنهم يشيلوا الرسالة هيحس بالمعنى ده. يقول السدي: لما أمر الله عيسى بالدعوة إلى الله رفضه الناس ونفوه، كل بني اسرائيل طردوه ونفوه وشهروا بيه اعلاميا. سيدنا عيسى عارف انه مش هيقدر يشيل الدعوه لوحده، زي سيدنا يوسف هو عمل الخطه على اخواته ليه؟ عشان لما يتصلحوا يشيلوا معاه في مصر، محدش هيقدر يشيل دوله لوحده. فسيدنا عيسى عارف انه مش هيقدر يشيل لوحده مهما كان بطل. اصل القضيه مش ان انا اصرخ في الشوارع، هو كان عنده القدره ان يصرخ بالحق في الشوارع، ولكن في فرق ان انا اجهر وان انا اغير. التغيير محتاج تعاضد، سنشد عضدك باخيك. فنفوه الناس ورفضه الناس وشهروا به. فسيدنا عيسى فخرج من البلد فذهب الى بلد تانية، الملك ابنه مات، فسيدنا عيسى حس انهم عايزين يظلموه كده، فقال: ارايتم ان احييته لكم باذن الله اتتركوني؟ الملك قال له ماشي. فلما دعا الله واحيا الله ابنه، الناس قالوا يعني الظالم الملك ده هو كمان ابنه رجع لنا عشان بعده يذل فينا. فحصلت ثوره وقام الناس واقتتلوا. سيدنا عيسى داخل البلد يشوف حد ينصره، يشوف حد يشيل معاه دين، اتقلبت حرب اهليه. ساب البلد وخرج هو وامه مريم، جري ورا واحد يهودي فقال: هل اتبعك؟ انا عايز امشي وراك. الحمد لله خرجنا بواحد. فسيدنا عيسى الواحد ده بالنسبه له مهم قوي. فالراجل ده معاه رغيفين، وهذا اللي انا بقوله ده كلام السدي في هذه الايه كله. وسيدنا عيسى معاه رغيف، فالراجل قال له: نجمع بقى الخبز على بعضه ونمشي مع بعض. الراجل مش فاهم ان عيسى معاه رغيف واحد بس. فلما راى ان عيسى معه رغيف واحد الراجل قلبه اتقهر، يا ندم ان هو جمع. سيدنا عيسى نام، الراجل كل رغيف من الاثنين. صحي سيدنا عيسى: فين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. فسيدنا عيسى القضيه عنده مش رغيف، القضيه عنده ان ده هو بيخطط انه يشيل معاه دين. سيدنا عيسى نفسه ان الراجل ده يقبل الرساله. فسيدنا عيسى لازم يصلحها، مش قضيه رغيف ولا قضيه ولائم الدنيا، انما قضيه ان ده لو مش صادق هيبقى زي صادق في تبليغ الرساله. مشي سيدنا عيسى وجد واحد بتاع غنم، فقال له: ايه، اعطنا غنمه. فالراجل ذبحها لهم وشواها لهم، كلها، وبعد كده القى العظم جوه الجلد، ثم دعا الله ان يحييها الله فاحياها الله. الراعي صعق والراجل اليهودي اللي معاه صعق. فالراعي بيقول له: من انت مين؟ انت عملت كده ازاي؟ قال: انا عيسى ابن مريم. قال له: الساحر، وطلع يجري وفر منه. الساحر؟ يا عم ده انت شفت معجزه قدام عينك. الراجل هرب. طبعا كل ده كسر لقلب سيدنا عيسى. سيدنا عيسى عشمان في كل واحد من دول انه يشيل دين. سيدنا عيسى كان عشمان في الراعي، وعشمان في اليهودي، وعشمان في الناس. الراجل الساحر، وقام طالع يجري وهربان. اليهودي بقى ايه، حس انها حاجه جميله قوي، مشي معاه. بعد كده وجدوا راعي بقر، امروا انه يذبح لهم بقره ويشويها. فلما اكلوا القى العظم داخل الجلد ثم دعا الله فحيت. فالراجل الراعي بتاع البقر بهر، قال له: من انت؟ قال له: انا عيسى ابن مريم. قال له: السحار. ثم فر منه. ثم
في العالم كله، قافلين عليه الطريق في الدنيا كلها ومخوفين الناس كلها منه. مش اليهودي بقى بدل تكمل مع عيسى، بدل ما يتأثر بقى بالكلام بتاع سيدنا عيسى، اليهودي حس انه لقط صنعة. يعني لا بس كده، يعني انا اقوم جايب الجلد حطه جوه ما حوالين العظم واقوم داعي، بس خلاص فهمتها. ساب سيدنا عيسى وراح بلد الملك بتاعها مريض، فقال انا اشفيه لكم وان مات انا احييه لكم. افتكرها صنعة، يعني افتكرها. فلما دخل على الملك ظل يضرب فيه حتى قتل الملك، فقال لا تخافوا انا احييه. فظل يدعو فلم يحيى الرجل فصلبوه وهم جايين يقتلوه. سيدنا عيسى ذهب إليه فقال أرأيتم إن أحييت لكم ملككم بإذن الله أتتركوا لي صاحبي؟ لسه سيدنا عيسى عنده عشم إن ده يبقى صاحبه وده يشيل معاه قضية الدعوة. فقالوا نعم، فدعا الله فحيا الملك فتركوا ذلك اليهودي. فخدوا سيدنا عيسى ومشي. لسه سيدنا عيسى اللي يا اخوانا اللي مستعد يتعب قوي 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 مع نموذج وحش قوي 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 زي الراجل ده، معناه انه مش لاقي حد راضي يشيل، معناه انه وصل ان مفيش حد راضي يشيل دين خالص مع سيدنا عيسى. فقال عيسى للرجل بالذي اراك هذه الايه من الذي اكل الرغيف الثالث؟ قال والله ما كان الا رغيفين. يعني كل ده ومصمم، كل ده ومصمم. بعد كده شافوا ذهب، فالراجل قال له ذهب، قال دعه فإن له أهلا يهلكون عليه. دعه فإن له أهلا يهلكون عليه. كلمة صعبة أوي، سيبه، ده في ناس هتموت بسببه، ده رزق ده ربنا جعله سبب لهلاك ناس. مش فإن له أهلا يتمتعون به، مش فإن له أهلا تنفرج الكربات عنهم بسببه، فإن له أهلا يهلكون عليه. هو ده كده، هو ده عشان في ناس بتهلك بسببه. ثم مر عيسى جه لصوص قسموا ما بينهم وما بين بعض الذهب، اللي راح يجيب اكل حط سم في الاكل عشان يقتل اللي قاعدين يحرسوا الذهب، واللي بيحرسوا الذهب قاموا قتلوا اللي جايب اكل عشان ياخدوه. المهم كله موت بعضه. معدي سيدنا عيسى والرجل مرة أخرى فوجدوا الناس كلهم قتلى، فقام واخد حتة الذهب وقال للرجل هذه لك لليهودي وهذه لي وهذه لمن أكل الرغيف الثالث. فقال له اليهودي أتدري من أكل الرغيف الثالث؟ أقول لك ما مين اللي كله؟ قال له قال أنا. قال فخذ ما لك وخذ ما ليه وخذ ما لمن أكل الرغيف الثالث فإنما هو حظك في الدنيا والآخرة. هو ده، انت انسان بايظ، انت انسان ما انتش نافع، هو ده نصيبك في الدنيا والآخرة، افرح بيه بقى. وتركه عيسى فوجد قوما يصطادون. سيدنا عيسى قاعد يلف في الدنيا يدور على حد يشيل، لقى ناس بتصطاد، فقال لهم هلم بنا نصطاد الناس. قالوا له ايه؟ يعني ايه نصطاد الناس؟ قال لهم بدلا من ان نصطاد السمك نصطاد الناس لدين الله ولدعوة الله. فوافقوا وصاروا معه في الدعوة فكانوا هم الحواريين. أول ناس أخيرا في حد رضى يشيل دين، أخيرا في حد رضى يقبل دين. فكان هذا قول الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون. بعد يعني قال الحواريون في الآية على طول، إنما في النص بقى في أحداث جبارة من محاولة عيسى إنه يلاقي حد ينصره ومفيش حد راضي يشيل دعوة معاه. قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله. قضية إن أنت تبقى صاحب رسالة، قضية إنك ما تخذلش دين ربنا، ما تخذلش العاملين لدين الله، ما تخذلش قضية الدين. الصحابة رضوان الله عليهم كل حياتهم كانت دعوة. أبو بكر يسلم يجري يجيب 6 من 10 مبشرين بالجنة. عمر يسلم ياخد حمزة وينزل يهتف بالإسلام في الكعبة. حنظلة سيدنا جعفر سيدنا حمزة يسلم يروح لأبو جهل ويلطشه ويقول أتسب محمدا وأنا على دينه. ثمامة يسلم يقول لا تصل حبة حنطة إلى مكة. عكرمة بن أبي جهل يسلم يقول أنفق في سبيل الله ضعف ما أنفقت في حرب دين الله. خالد يسلم ينذر أعتده وأفراسه في سبيل الله للجهاد في سبيل الله. أبو ذر يسلم ينزل الكعبة ويهتف بقضية الدين وقضية الحق. نعيم بن مسعود يسلم يروح يحاول يخلص غزوة الأحزاب. هو الصحابة كده يا جماعة، يعني القصص بتاعت إسلامهم كلها مش إنه أسلم فقام واقف على السجادة الله أكبر وقعد يصلي 3 أيام، مش إنه أسلم فقعد يقرأ القرآن للنهار، مش إنه أسلم فراح. كل قصص إسلام الصحابة أسلم وجاهد. حتى الغلام الأسود في غزوة خيبر أسلم ودخل يجاهد. كل قصصهم كده ان الاسلام مرتبط بالرسالة، ان الدين ده يعني رسالة، ومن اول خطوة تدخل فيها الدين يجب ان تكون صاحب رسالة. اقول قولي هذا
وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني 10 ذي الحجة جاية بعد أيام بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بقى عليها حوالي 3 أسابيع. جاهز ل10 ذي الحجة؟ جاهز لأرجى أيام الدنيا عند الله، أرجى أيام الدنيا عند الله، وأعظم أيام الدنيا عند الله، وأحب أيام الدنيا عند الله، وأفضل أيام الدنيا عند الله. التوب 10، ال10 أيام اللي جايين دول التوب 10. عارف التوب 10 في الجامعات في أمريكا، التوب 10 في أغنى 10 مليارديرات في العالم، دي التوب 10 في أيام الله. وذكرهم بأيام الله، دي الأيام العظيمة التي جعلها الله أفضل وأرجى وأعظم وأحب أيام الدنيا عند الله. جاهز؟ جاهز ولا الدنيا يا اخوانا؟ سيدنا سليمان لما راح منه ساعة ذبح 20,000 فرس. الناس اللي بيروح منها عمر، الناس اللي بيروح منها أيام، الناس اللي بيضيع منها موسم زي 10 ذي الحجة، والله لو وقع منه ورقة ب200 جنيه أقسم بالله لحزن أكثر مما يحزن لفوات هذه الأيام. عشان كده لما ربنا قال وليال 10 في أول سورة الفجر، قال في آخرها يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هيعيطوا دم على هذه المواسم يوم القيامة لما ينكشف لهم قيمتها الحقيقية. قضية انت جاهز؟ جاهز نفسيا؟ يعني انت جاهز انك تاخد قرار وانك انت تعزم لله على العبادة في هذه الأيام؟ جاهز وقتيا؟ جلسة الضحى جميلة جدا، ما بتقعدش ليه؟ مش قادر بقى، بنام عشان الشغل الصبح. طيب قيام الليل جميل، يا سلام، ما حصل؟ امال ما بتقومش ليه؟ والله برجع تعبان ومهدود. طب انت عايز ايه؟ انت جاهز وقتيا؟ يا اخوانا، اخطر استعداد لمواسم العبادة الثلاثة العظمى، رمضان، 10 ذي الحجة، العمرة. اخطر استعداد لمواسم العبادة الثلاثة العظمى. لو انت عايز المواسم الثلاثة دي تبقى نقلة في حياتك وعلاقتك بالله، اخطر استعداد لها قبلها مش انك تشحن قلبك، مش انك انت تسمع دروس قوية عنها. اخطر استعداد ليها انك تظبط اورادك الاساسيه قبلها، عشان يبقى عندك ارضيه. اللي هيدخل رمضان او 10 ذي الحجه وعنده ورد ثابت، ولو صفحه قران في بعد الفجر، ولو ركعتين بعد العشاء، هيخرج منهم الورد بتاعه في نقله وزياده باذن الله، لانها ايام وقفه مع النفس، ايام شحن متواصل. دي مش ورد عباده جلسه ضحى يا دوبك تخلص وردك وتجري تشوف دنيتك وتشوف امرك. ده دول 10 ايام انت قاعد متفرغ لحالك مع الله. فرصة بتبقى نقلة في الدين. الإنسان اللي ما عندوش ثوابت وخطوط حمراء في أوراد العبادة قبلها، بتبقى بالنسبة له لو هو اجتهد، يعني لو يومين حلوين وخلاص وراحت. الإنسان اللي عنده خطوط حمراء وثوابت في العبادة وأوراد في العبادة ثابتة، بتبقى بالنسبة له هذه المواسم نقلة جبارة بعدها، لأن الشحن كله بيتفرغ في ايه؟ بيتفرغ في الورد بتاعه، بيتفرغ في تجويد الورد وتزويد الورد وتعديل الورد ورفع قيمة وكفاءة الورد. بيلاقي حاجة يفرغ فيها الطاقة بتاعته. يعني زي بالظبط كده اما تقابل واحد تقعد تكلمه عن ربنا عن ربنا عن ربنا، السلام عليكم، تقوم سايبه وماشي. انت شحنته وولعته وبعد كده سبته، خلاص الشحن هيروح. انما واحد تاني قعدت تتكلموا عن ربنا عن ربنا عن ربنا، بعد كده قلت له شايف المسجد اللي قدامك ده؟ في درس، في جلسه تحفيظ قران، ادخل. الشحن اتفرغ في عمل صالح نقله في حياته. بالظبط كده. انت هتتشحن في 10 ذي الحجه لو انت اجتهدت، يعني الشحن هيتفرغ في ايه؟ في ان في ورد لازم يزيد. هي دي القضيه يا جماعه، هو ده الوصول الى الله، ان يبقى لك اوراد ثابته زائد مواسم الشحن الثلاثه الكبيره، رمضان والعشر والعمره لمن اذن الله له فيها. تقوم تيجي تجود لك الورد وتزود همتك عليه وتشحن قلبك فيه وتخليك تزود في قدره وكمه وكيفه، فتفضل متواصل بقى. ورد، محطة شحن، زيادة الورد، محطة شحن، زيادة الورد، محطة شحن، زيادة الورد، حتى تصل إلى أن تكون من أولياء الله الصالحين. في رمضان تاخد إنك أنت هتزود ورد قيام الليل، 10 ذي الحجة تيجي أنا هزود ورد مثلا إيه؟ أذكار الصباح،
او نص ساعه بعد الفجر. يجي بقى بعد كده عمره، انا هزود ورد جوله اسبوعيه ثابته انزل اتكلم فيها عن ربنا. يجي بعد كده رمضان اللي بعده، انا هزود ورد ان انا هحضر درس اسبوعي. يجي 10 ذي الحجه اللي بعده، انا هزود ورد ان انا هطلب علم التفسير عند الشيخ فلان او في الدرس الفلاني، وهكذا. يا اخواني في الله، اخواني واحبابي في الله، سددكم الله. اسال الله سبحانه وتعالى اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا. اللهم من علينا بما مننت به على عبادك الصالحين. اللهم اشرح صدورنا للهدى، اللهم اشرح صدورنا للهدى. اللهم إن عليك للهدى. اللهم اهدنا، اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم أقمنا على مرادك منا. اللهم أعنا على قضاء أحزابنا، اللهم أعنا على أورادنا. اللهم بلغنا 10 ذي الحجة واجعلنا فيها من الفائزين، واجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا يا رب. اللهم اجعل 10 ذي الحجة خير أيام مرت علينا في حياتنا. اللهم إنها أحب أيام الدنيا إليك، فاجعلها أحب أيام الدنيا إلينا، واجعلنا نتقرب إلى حبك بعبادتك فيها ليلا ونهارا. اللهم استعملنا في الدعوة إليك، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا في الدعوة إليك ليلا ونهارا على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.